هيه مبروك علينا، سير يا ودي سير، 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 1 2 3 ولد عمي ما شاء الله، ما شاء الله، قل هو الله أحد. شوف قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله في الكومونتات، قولوا غير ما شاء الله، ما تكومونطري ما والو، قول غير ما شاء الله، ما شاء الله، وقل هو الله أحد. ماشي منتخب مرعب، منتخب مهبول، أقسم لكم بالله العلي العظيم إلا مهبول. اللي تعرفوا علاش؟ شوف، مصر تعادلت، قال لك الحرارة والرطوبة في الدوزيام ميطو وحنا ومصر أم الدنيا. هذوك اللي مشاو قالوا على أوناحي رد عليهم الصرف اليوم، مازال نحكي على أوناحي. احنا تعادلنا وردوها الحرارة والرطوبة وطحنا ولعبنا مع 9 ديال الليل، لعبنا مع 9 خلي درجة الناس لعبة مع 6 ما شاء الله. تونس كلات طريح، موريتانيا مسكينة راكم تعرفوها. قلت لكم المنتخب المغربي اسود الاطلس هما اللي سايقين افريقيا وسايقين العرب. بغيتو كرهتو ضربوا راسكم مع الحيط، نطحوا راسكم مع الحيط، قولوا اللي بغيتو تقولوا. اسود الاطلس هما سايقين العرب وسايقين افريقيا، مشرفين افريقيا في العالم، مشرفين افريقيا في كره القدم، في افريقيا يلعبوا كره القدم تيكي تاكا، مدرب ما شاء الله ذكي، لعابه ليجون. بقى من تهدر علاه؟ المنتخب مرعب، منتخب مهبول ما شاء الله ما شاء الله. اقسم لكم بالله خروطو ديال البلاطويات انا ما غيتهضروا. التحكيم كان ضد المنتخب المغربي، اللعابه مساكين ياكلوا في الدقه وما قدرش يجبد حتى التالي من عجبة الصفراء. التحكيم كان كونتر المنتخب المغربي 100%. يلا لقيت شاري التحكيم ما شاريش، فرك السي عمروش، عمروش يا فمك محلول، عطاوك 3 صرفوا لك 3 وسقدوك. هدرت ولا ما تهدرش؟ مشيت هدرت درت غير العيب. ها هما عطاوكم 3 بالبارده، صاف 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 صاف. وما شاء الله ودخلوا بريمير ميطو. الحارس بونو انا ما شفتوش كاع، بونو واش كان تما ولا فين كان في السعوديه يمكن مريح. ما شفناش بونو ما بانش. بونو كراه ومشى جاب قهوه وقعد بقى مريح مع الجمهور وخلى الدعوه خاويه اللور. ما من غادي. ما شاء الله لاطاك يا دقيقه 80 وما شاء الله 7 ولا 8 تلقاهم في الهجوم. مليون تيران، 4 مليون تيران. وناحي هذاك وناحي هذاك وناحي برشلونه ولا ريال مدريد خليونا والله العلي العظيم شي مره نبقى نهبل. وناحي هذاك ماشي ديال مارساي ولا ديال هاد الفرق هنا ولا ديال. وناحي هذاك راه لعاب مهبول في راسو هذاك. شوف تريون كانت وناحي حكيمي وزياش. زياش ولد عمي ما شاء الله عليك زياش، ما شاء الله عليك ما شاء الله. من تجي المنتخب شوف زياش كاع ما تلعب معنا ديال واحد قعد عند القجاع، قعدت في مركز محمد السادس. هبلت والله الا هبلت وعييت. قعدت في المركب محمد السادس، كول واشرب، من يكمل بدا المنتخب روح لعب على روحك. حتى انت ديال المنتخب ديال النوادي ما تلعبش كاع مع النوادي، تريني وريح في مركز. ما شاء الله شوف كي يديروا في بريمير ميطو. الزلزولي من هنا تقاتل ما شاء الله على الزلزولي. الشيبي يا ولد عمي خلعتني الشيبي. الشيبي يا ولد عمي ما شاء الله عليك. دخلت بروميير ماتش ديالك ما كان لا فوت لا والو، سيد مطرق بروميير ماتش داخل لا خواف لا حميضه والو. زيد كان تما الزلزولي واملاح والاخر عييت والله الا عييت. تقول لي تاخذ بالزلزولي واملاح والشيبي كانوا في هذاك تريونغ عاود مره يشدوها. ولكن دوزيام ميطو البروميير ميطو خرجوا ب 1-0 كان يعطيهم 2-3-0. دوزيام ميطو تسرعت المنظومه وكومونسات تسرع زاد المدرب لي انتيليج واش خرج لك الزلزولي انه كلا دق مسكين، ضربوا فيه حتى ما قالوا كيتي. صافي الزلزولي كان صافي طيبوه بالغرض، جبدوا الزلزولي دخل عدلي هذاك الله يرحم لك الوالده ديالك ودي عدلي في هذا النهار ويرحم جميع الموتى المسلمين. ولكن ما شاء الله عليك برافو عليك والله الا برافو عليك. اقسم لك بالله الا كنت باغي تماركي وبرافو عليك. دخل لك عدلي ودخل بلال الخنوس، خرج املاح. بلال الخنوس يلعب واقف والله الا بحال زين الدين زيدان، اقسم لكم بالله يلعب واقف الناس بزاوس يعني 20 عام رب العالمين 21 عام اللي ماشي راه الهبال لا صغير. هذوك اللي كنت تشوف فيهم الخروط نتاعنا هذوك لا صغير البلاطويات والبلاطو اللي راك متكل على اصحاب 2019 و2018 يديو لك اللقب. وهذوك فرار خلي يدخلوا بلال الخنوس عدلي والزلزولي شكون الاخر اللي يدخل وحاري كاع هذو صغار وناحي كاع هذو صغار والله الا صغار ويلعبوا الكره ويفرجوك. حكيمي من هي حكيمي دقيقه 95 ومازال طاير ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. نصيري عاود جاب لك بونت وتقاتل وجاب البونت ديالو. المهم سجل بصح الهدف ديال اوناحي يدرس، تيكي تاكا يا رب العالمين. بصح انا ما عمري غادي نهضر مع خروط اللي غادي يقول لك حنا كنا من هيه ودوزيام ميطو طحنا والحكام ومؤامره وكولازا.
نيني ماشي جمعوا روحوا شوفوا هذوك البلاطويات تجمعوهم وروحوا حرقوا ولديهم الكلب، وانتوما روحوا اعتزلوا، وإلا كان شي بلاصة روحوا تشمسوا ندسوا فيها، ما تهضروش على ما كرة القدم بعيدة عليكم. الناس كرة القدم تقراها تدرسها، يدرسوا عليها، الركراك يخدم عليها، ستاف تكنيك، اللعابة ما كان لا روح حرارة لا رطوبة، لعابة لاعبين ومقصرين. فين دخل ما بقاش ديك العقلية ديال الحرارة والرطوبة عندهم. كانت بكري المغرب تلعب على الحرارة والرطوبة، اليوم لا. والانذار القوي هذا عطاتو جميع المنتخبات. ما تزعلوش يا ولاد، ما تزعلوش يا عرب. بصوا انتوا غلطوا وشخللوا والمغرب ينقذ الموقف. ما هو اصل المغرب الاخ الاكبر. شخللوا يا ولاد براحتكم، هتلاقوا اللي ينقذكم في الاخر ويحفظ وشنا من جوله اولى كانت جوله عربيه فاشله بامتياز، ولكن المغرب انقذ الموقف. ما تزعلوش يا ولاد، بصوا اغلطوا انتوا براحتكم والمغرب ينقذ الموقف. عندنا منتخب رابع العالم ما ينقذناش الموقف؟ امال مين ينقذ لنا الموقف؟ لا، ده انقذ لنا الموقف كمان بشيء من الجمال. يعني اجوال اجوال حلوه، الحاجات اللي يعني اجوان 1 2 1 3 1 4 1 5. والواد النصيري متقل في الحريره، تقريبا في حريره في كوت ديفوار. كان النهارده لو كان فايق كان جاب له كمان جونين، كانت النتيجه هتبقى 5. وده اللي انا قلته قبل كاس العالم. دخل بقى المغرب على مصر، طبطب على مصر شويه. لا والنبي لما تيجي تلعب الموزمبيق ما تبيش تنسي الزنباء في القاهره، عشان ما يعني انت اختنا مصر وجيم طبطب عليها. دخل على الجزائر، الله والله يا الجزائر انت لعبت ماتش كويس بس الشوط الثاني شخللته، والنبي ما تدوش شخليل الشوط الثاني. دخل بقى على تونس، قال لهم يا تونس والله انتم محترم منتخب كبير بس عندكم مدرب يقطع يقطع الخميره من البيت. ودخل على موريتانيا يطبطب عليه، دخل على الكل قاعد يطبطب. ما هو الاخ الاكبر بقى عمال يطبطب. ما تزعليش يا مصر شخللتي، ما تزعليش. جزائر شخللتي ما تزعليش. تونس لا شخليل براحتك، انت حبيبتنا برضه. وموريتانيا لا، انت موريتانيا انت لسه على افريقيا، شخليل براحتك. فايه يعني لما تغلطي وتكبري؟ اما اغلطوا براحتكم وانا اصلح. هو ده اللي حصل النهارده، اغلطوا وانا اصلح. المنتخب المغربي بيعمل مزيكا امام تنزانيا. وكابتن عادل عمروش، انا يا كابتن عادل من اسبوع كده عمال اسمع في تصريحات. مره المنتخب المغربي منتخب عالمي، وفي قناه ثانيه مش منتخب عالمي، ده ما مش عارف بيعملوا ايه. وانا واثق من فرقتي وانا مش عارف اصل انا هعمل ايه. انا بقى بيني وبينك يا كابتن عادل، انا حسيت ان المغرب هيقابل مش تنزانيا، هيقابل تنزانيا بس قلب على البرازيل. انا كنت مستني بقى النهارده يعني مثلا ايه، اشوف بقى التصريحات بتاعت الكابتن عادل وتنزانيا. وانا عارفين ان تنزانيا بتلعب كره هجوميه مش بتدافع، يعني ما هم التنزانيين العقليه هجوميه ما عندهمش حته الدفاع. انا ايه النهارده تنزانيا قلب على افغانستان ما فيش. يا افغانستان يا الشيشان يا كردستان يا شخرستان، المهم اي حاجه فيها استان. النهارده تنزانيا ولا لها دعوه بتنزانيا، ده التنزانيين احسن من اللي كانوا بيلعبوا دول. يعني دي مش تنزانيا، دي حاجه كده قلب على فستان. المهم يعني تصريحات الكابتن عادل عمروش خلتني اقول مثلا ده المغرب بقى هيقابل صعوبه ولا بتاع. ده المغرب النهارده مش شخل تنزانيا خالص. ده جوال جماليه ومعرفه. يعني الشوط الاول استحواذ سيطره، والواد وناحي والواد حكيمي وحكيم زياش، وناحي وحكيمي وحكيم زياش ماسكين الناحيه اليمين دي. طبعا اي واحد بيلعب في عند الناحيه الشمال بتوع تنزانيا دول، وفي الناحيه بتاعت وناحي وحكيمي وحكيم زياش، ربنا يكون في عونه. يعني ربنا يكون في عونه وتلاقي امه ضايع عليه. الناحيه اليمين دي اللي بيروح هناك بيتشخلل خالص، والهجمات كلها من هناك. يجي عند الواد الثاني الواد الزلزولي، والنهارده كمان الشيبي بيلعبوا في الناحيه الشمال، ولكن ما بيهاجمش كتير، ولكن واقف كويس برضو الشيبي. شفتوا بقى الاختيارات بتاع المنتخب المغرب اللي انا كنت بقول عليها من قبل البطوله، ان المغرب عنده بديل ما شاء الله تبارك الله، عنده بديل 1 و2 و3 و4 و5 يقدروا يصنعوا. لما يكون في حاله البدنيه هتلاقي في بدائل بره. اما في منتخبات عندها نواقص مثلا زي منتخب مصر بديل ولا 2. برضو منتخب تونس امبارح ما شفناش بدايل. منتخب الجزائر بدائل معروفه، مفيش ناس تقدر تنزل تغير نتيجه ماتش.
ولا الإعلامي الجزائري يا عزيزي المشاهد بعد ما كان في بداية البطولة بيتمنى خروج المنتخب المغربي من الدور الأول ليصطدم إن منتخب بلاده هو اللي قرب يخرج من الدور الأول زي نسخة الكاميرون بالظبط. اتفاجئت جدا عزيزي المشاهد لما لقيت الصفحات الجزائرية بتدعم المنتخب المغربي في مباراته ضد تنزانيا، إلا قليل منهم يعني. الصفحات ديت عزيزي المشاهد أدركت إن هم لو ما دعموش المغرب منتخبهم هو اللي بيخسر وبيخرج بره البطولة، وبدل ما التحفيل بيكون على منتخب المغرب بيكون على المنتخب الجزائري. وما تنساش كمان ان المنتخب الجزائري عنده مباراة قوية، وهو الحقيقة المرشح الاكبر انه يخسر منها، مباراة امام بوركينا فاسو اللي استطاع انه يوصل للسيمي فاينل نص نهائي كأس افريقيا بالكاميرون النسخة الماضية. مباراة تكون جميلة جدا جدا وممتعة. فبدأت الصفحات الجزائرية عزيزي المشاهد تقول لك نتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بينا، يعني ندعمهم احسن ما هم بعد كده يحفلوا علينا ويكون شكلنا وحش امام المنتخبات العربية بالاخص المنتخب المغربي. عشان نشوف اليوم صفحة بالجزائري الخاضعة للدولة الجزائرية كاتبة بوست غريب وعجيب والأول مرة يتكتب عندهم. فشاركت الصفحة عزيزي المشاهد وكتبت أول فوز للعرب في كأس أفريقيا الحالية، المغرب، تعادل مصر، تعادل الجزائر، خسارة موريتانيا، خسارة تونس، فوز مغربي في أول فوز للعرب في البطولة. بصراحة الحمد لله المنتخب المغربي بالفعل أنقذ سمعة العرب في البطولة ديت، لأن هيكون شكلنا وحش. ما تزعلش مني، منتخب مصر منتخب كبير، ومنتخب الجزائر ومنتخب تونس، فهل يعقل كل دول يقدموا نتائج سلبية جدا في أول مباراة ليهم، وكمان أمام منتخبات ما تزعلش مني منتخبات جديدة لسه في أفريقيا؟ يعني منتخب ناميبيا بيكسب تونس ويحقق الفوز الأول في تاريخه في كأس الأفريقية. منتخب الجزائر بيتعادل مع أنجولا وكان أنجولا أفضل طوال المباراة. منتخب موزمبيق بيزمبق المنتخب المصري وكان هو كمان الأفضل طوال المباراة. في حاجة غريبة كده بتحصل، فالحمد لله المفاجآت لم تستمر، والمنتخب المغربي أمام منتخب تنزانيا ريح نفسه وريحنا كلنا معاه، وسجل هدف أول فتاني فتالت، وحتى عز الدين أوناحي احتفل احتفاله بالبكاء، وبعد كده قدر ان هو ياخد جائزة رجل المباراة مان اوف ذا ماتش، وبصراحة عن جدارة واستحقاق. انا قلت لك ان عز الدين أوناحي يستحقه وما كنتش عارف ان هو بالفعل كسب اللقب ده، لان هو بصراحة كده كان رمانة الميزان في وسط ملعب المنتخب المغربي، وكمان سجل هدف وكمان ساهم في طرد لاعب من ملاعبين المنتخب التنزاني. عايز تاني بعد الطرد دوت المنتخب المغربي سجل التاني والتالت والمباراة بقت مرتاحة قوي. كمان عزيزي المشاهد بعض الصفحات العربية اتكلمت على فوز المنتخب المغربي وردوا الصاعقة على عادل عمروش المدير الفني الجزائري لتنزانيا. فكتبت صفحة جول العربي استفزهم بتصريحاته فعاقبوه بالنتيجة. منتخب المغرب رد على تصريحات الجزائري عادل عمروش بطريقته. كتيبة الركراكي حققت أول انتصارات العرب في كأس أفريقيا 2023 بالفوز على تنزانيا بثلاثي. المنتخب المغربي عزيزي المشاهد بسم الله ما شاء الله كنت شايفه كده من بداية المباراة وحاسس هو المنتخب العربي الوحيد اللي بدأ المباراة صح. حسيته كده ازاي كان متزن في أرض الملعب واللعيبة واقفة وثابتة على رجليها، بيلعبوا باسم كل لاعب فيهم، لعيبة كلها كبار وبيلعبوا في أفضل الدوريات الأوروبية. فبالتالي ان انت تتهز لما تيجي تلعب في افريقيا عيب قوي، عيب قوي ان انت تكون منتخب وصل رابع العالم وتتهز في افريقيا، رغم ان المنتخب المصري والجزائري والتونسي اتهزوا هزه كبيره جدا وتحفل عليهم لما قال يا بس. ولكن المنتخب المغربي فضل وحب ان هو يكون مختلف شويه عن باقي المنتخبات العربيه ديت ويعمل هو حاجه احسن، حاجه جديده، ويفوز هو في اول مباراه واول جوله في البطوله. الجزائري عادل عمروش في المؤتمر الصحفي بعد خد الصدمة والثلاثية مع منتخب تنزانيا طلع بقى في المؤتمر الصحفي وحاول ان هو يغير كلامه تاني. اصل المدرب دوت احنا عارفين شوية في البداية من اسابيع
لما المغرب واجه تنزانيا قالوا لا، ان المنتخب المغربي منتخب عالمي. بعديها بفتره لما عرف ان هو هيواجههم بعد يومين قال لك ان المنتخب المغربي بالكولسه وبلجع ويتحكموا في كل حاجه. دلوقتي بقى التصريحات الجديده لعادل عمروش في المؤتمر الصحفي بعد المباراه، قال لك فوز المغرب كان مستحقا، حاولنا ان نلعب ضده حسب امكانياتنا، لكن يجب أن نكون واقعيين ونعترف بقوة هذا المنتخب. لأنه الحقيقة عزيزي المشاهد ومش هنضحك على بعض، لما فكر أن هو يغير ويلبس لجع والكاف ويقول كده كلام وتصريحات غريبة ليس لها أي أساس من الصحة، اللي حصل أن هو خسر بثلاثية في المباراة. فقال لك أحسن نحسن علاقاتنا مع المملكة المغربية، لعل وعسى عادل عمروش يدرب أي نادي من الأندية المغربية في البطولة المغربية.